بعد التصعيد الخطير الذي شهدته الحلقة الماضية، تتجه الأنظار الآن إلى الحلقة 22 التي تبدو أنها ستكون واحدة من أكثر الحلقات توتراً وإثارة، حيث تتشابك الخطط وتنكشف بعض الحقائق في اللحظات الأخيرة. تبدأ الأحداث بمحاولة خطيرة يقودها مساعد، الذي يتجه نحو المنتجع وهو يحمل نية واحدة فقط: التخلص من سكرة. يتحرك بهدوء شديد ويبدأ بالتسلل إلى المكان دون أن يثير الانتباه. أول خطوة يقوم بها هي إسكات الحراسة، فيباغت أحد حراس المنتجع بضربة قوية على رأسه ليسقط أرضاً، ثم يبدأ بالدخول إلى الداخل مقترباً أكثر من هدفه. كل شيء يبدو وكأنه يسير لصالحه، لكن الأمور تنقلب فجأة. ففي اللحظات الأخيرة وقبل أن يصل إلى سكرة، يصل الشيخ ومعه شاهين ومهاوش ومقناص إلى المنتجع. وصولهما المفاجئ يربك مساعد بشكل كامل، فيدرك أن البقاء أصبح خطيرا جدا، فيقرر الهروب بسرعة قبل أن يتم كشفه أو القبض عليه. بعد ذلك يكتشف الجميع أن عوض تعرض لضربة على رأسه. يحاولون إفاقته ومعرفة ما الذي حدث، ويسألونه عن الشخص الذي هاجمه، لكن عوض لا يستطيع تحديد أي شيء. الضربة كانت مفاجئة وقوية، ولذلك لم يرى من الذي اعتدى عليه. أما مساعد فبعد هروبه يبدأ بالتفكير في خطته التالية. فشل المحاولة الأولى لا يعني النهاية بالنسبة له، لذلك يبدأ بالتخطيط لضربة جديدة قد تكون في الليل عندما يقل الانتباه. هدفه ما زال واضحاً: إنهاء سكرة بأي طريقة. لكن في الوقت نفسه تتغير الأمور عند فزاع. فزاع يكتشف سراً خطيراً ويبدأ يشك في مساعد، خصوصاً بعد معرفته أن مساعد هو من سرق الأموال. لهذا السبب يقرر فزاع خطوة غير متوقعة: إرسال شخص آخر لتنفيذ مهمة قتل سكرة، لأنه لم يعد يثق في قدرة مساعد على إنهاء المهمة. وفي المنتجع يبدأ شاهين مرحلة مختلفة تماماً. يتولى ترتيب العمل داخل المنتجع، ويبدأ باستقبال أهل ديرة هناك في محاولة لإعادة تنظيم الأمور بعد الأحداث المتوترة التي حصلت. لكن التوتر الحقيقي قد يظهر داخل الديرة نفسها. فمن المحتمل أن تتجه الأنظار إلى مقناص بعد فشل محاولة قتل سكرة. فالجميع قد يتذكر أن مقناص كان يتهم مساعد بأنه خلف الكثير من المشاكل، وربما يتبين لاحقاً أن هذه الاتهامات كانت غير دقيقة. عندها قد يتدخل الشيخ صقر ويقوم بتوبيخ مقناص بشدة أمام الجميع بسبب هذه الاتهامات. بل إن بعض التوقعات تشير إلى أن الشيخ صقر قد يتخذ قراراً قاسياً جداً، فقد يقرر طرد مقناص من الديرة إذا تأكد أن تصرفاته سببت الفتنة والمشاكل بين الرجال. وفي جانب آخر من الأحداث يظهر مخطط خطير في المدينة. هناك من بدأ بالتخطيط لعملية جريئة، وهي اختطاف قمر وجراح. يتم مراقبة الحراس الذين يحمونهما بدقة، ومحاولة إيجاد ثغرة في الحراسة لتنفيذ الاختطاف بسرعة قبل أن ينتبه أحد. وهكذا تتجه الحلقة 22 إلى صراع أكبر: محاولة قتل فاشلة، خطة انتقام جديدة، توتر داخل الديرة قد يصل إلى الطرد، ومخطط اختطاف قد يفجر الأحداث أكثر. فهل ينجح القاتل الجديد الذي أرسله فزاع؟ وهل يتخذ الشيخ صقر فعلا قراراً بطرد مقناص؟ وماذا سيحدث لقمر وجراح إذا تم تنفيذ خطة الاختطاف؟ كل هذه الأسئلة قد تكشفها أحداث الحلقة 22 القادمة. إذا أعجبكم هذا التحليل للأحداث القادمة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. ومن المتوقع أيضا أن مساعد يهرب وأن الشيخ يوبخ مقناص، ومن المحتمل أن يطرده من الديرة. اكتب آراءك في التعليقات واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد.